فهلا هو يعني ترك المسيحية ومش الحال، وبهالخطوة هي هو أثر على ناس آخرين عابرين. لأن أنا كنت عم بقرأ تعليقات لبعض الأخوة المسيحيين، يعني المسيحيين مثلنا المولودين، في منهم هيك بيحكوا صاروا: نحن ما بقى نثق بواحد اجا وقال انا ظهر لي المسيح وانا ظهرت لي امنا مريم الى اخره. بعد ما سوى حيدا راح مشى الشغل تبعه وبس انتهت المهمة خلاص. يعني وماجي خزام حكى هالشيء، قال هذا بكرة بتشوفوه راح يعمل هيك، وفعلا يعني. فهو وقت واحد بده يعبر يا ريت وفي اخوه تكلموا عليه، هو في ايمانه من زمان. انا في اخ تكلم معي من امريكا اسمه سعد، قال لي انا ماني متاكد من حيدر، يعني تقريبا هذا مش مؤمن، يعني ممكن على يلعب على فكرة الناس. حيدر أنا كنت مبسوط عليه كثير، هو أسلوبه هيك هزلي، وخاصة وقت بيستلم شيوخ الصلامة كنا نفرض ضحك. أنا كنت مبسوط عليه، وما بيهمني إن كان مسيحي ولا كان ملحد ولا شيء آخر. هو كان مستلم الصلامة ويعني مدوخهم. ف يعني كملحد هو لو بيناقش ما في أي مشكلة، أما ليش لحتى يصير مسيحي وبس يمشي شغله يقول لك أنا خلص ما له أي طعمة. طيب عموما اللي بده يعبر يصير لا مسيحي. انا ابو اسكندر انا ما عندي كان مشكله معاه انه ترك المسيحيه وهو اختار طريق اخر، ما عندي اي مشكله ما في معاه أي ولا مشكلة. اتكلم. بس الان في الفيديو الاخير بدا يتكلم عن المسيحيين وينتقد المسيحيين، وكمان يعني وصلت للشتايم. يعني طيب شو عملوا لك المسيحيين اخي؟ طيب شو عملوا لك هو المسيحيين؟ وقت كان يقول الرب الآن يتكلم من خلالي، ويا رب خرسني إذا أنا ما عم بحكي منك يا رب وهيك. يعني هو كان عم بيمثل ولا عم بيحكي مع حاله ولا شو كان وضعه؟ ما هو كان عم وكان بيقول ينتقد محمد. شوف ابو اسكندر، إيه. هو شيء في نقطه مهمه جدا، انك انت اي شخص شوفه انه يرجع مثلا كان مثلا مسلم، ترك الإسلام صار ملحد أو مسيحي وبعدين رجع من الإسلام، يجب أن يجاوب على الأسئلة اللي خلته يخرج من الإسلام. لأن يقول هذه نعم. الأسئلة اللي كنت أسألها أنا وجدت لها أجوبة. يعني هو هذا الشخص كان عنده فيديوهات كثيرة جدا جدا جدا، والفيديوهات لحد الآن موجودة على فكرة مسجلة، ينتقد بها محمد وينتقد بها رضاع الكبير وينتقد بها ما بعرف ايش. فين الجواب اللي حصلت عليه؟ ليش رجعت مسلم؟ انت حصلت على هذه الإجابة يعني؟ هلا انا ما عندي مشكله اذا حدا مثلا ترك المسيحيه، لان المسيحيه نفسها ما عندها مشكله معه. بالتأكيد. يعني نحن ربنا مو بحاجه لعدد، واي حدا بيطلع من المسيحيه اذا ربنا مو بحاجه بيقول لك ما تعملوا له شيء، ما خصكم فيه. فانا ليش صحيح. ليكون عندي ضده اي شيء؟ هو بيتم كشخص ك محاور، نحن بنعرفه طبعا، وكثير كنا مبسوطين على كنا بنتسلى كثير عن جد وقت كان بيناقش نتسلى مش الشيوخ. مبسوطين، نتسلى بس. ايه نتسلى نتسلى بالضبط، نضحك. نتسلى. ايه بس وقت هو دخل هالدخله وبعدين رجع طلع. هلا اخوه كثير قال نحن ما بقى فينا نصدق واحد بيقول انا عابر، ما بقى نصدق. من كرمال حقهم. شو؟ كرمال حيدر بالضبط، حقهم، وانا ما من حقهم. ناقشته. وقت قالوا لي يا ابو اسكندر ما تقلنا فلان وفلان وهذا عابر، نحن بالنسبه لنا هذا بيتم مو مسيحي. قلت لهم لك ما بيصير. قال يعني ما شو اسمه، ما تعلمتوا من شو عمل حيدر؟ راح مشى شغله وبعدين قال خلاص. ايه شو بدي اقول لهم؟ قال لهم والله انتم حرين. لا دي حقكم، بالحقيقة يعني حقكم. دي. يعني هو هلا بهالطريقه اساء كثير للمسيحيين، ومو بس هو لحاله، يعني لا في أنا ناس ما لي كثير. دعوة به، مثل ما قلت أنت حضرتك تفضلت، أنا ما لي دعوة أنه يترك المسيحية، لأن المسيحية أصلا ما لها دعوة به. بس يتطاول على المسيحيين ويتكلم في أمور ثانية. يا أخي المسيحيين شو عملوا لك يعني؟ يعني هو كله ارتدادك عن انا بقول لك، المسيحية انا معروفة. بقول لك يعني هي ما تجي عملوا لي لابو عملوا لي اسكندر بسكندر، هي ما تجي عملوا لبحث، لي. يعني ما تجي لاثنين يختلفون على الموضوع. هو ارتدادك عن المسيحية معروف. أنت خذيت لك بنت كويتية متزوجة 4 5 مرات ومطلقة، وتريدك هي تكون ما تصير مسلم. هي قالت بالفيديو، يعني قالت لو ما صار مسلم ما اتزوجه، مش ممكن انا. كريم وخذيتها معي كريم غير الفاتحه. فانت بقول لك مشكلتك شو، مع بنت مسلمه، شو دخل المسيحيين بالموضوع يعني؟
لأقول لك شو عاملين له المسيحيين. دولة فنلندا التي تضع الصليب على علمها أخذته مشت له شغله، يعني أصلا ما كان في داعي يصير مسيحي، يعني هو كمسلم كمان كان راح يمشي حاله بفنلندا، لأن هدول ما بيطلعوا مين مسيحي مين مو مسيحي. فبعد ما كل شيء مشي الحال ودعموه بعتوا له عطوه هيك كله بفضل المسيحية. حيدر هذا ما المسيحي ما قدر يسوي شيء، دعموه طوه كان ملابس يلبسها المسيحي. في اخت وجهت له السؤال بالبث المباشر، قال لها لا شخصي الامور لا، من المسيحيين من المسيحيين هم كل شيء، حتى ملابس اللي كان يلبسها المسيحيين. صوتك عم بتقطع. صوتي واضح، انت عندك مشكله بس كنت بالضبط. انا عندي تقريبا عندك مشكله انت. فالمسيحيين هم اللي اعطوا حيدر ملابس، حتى كان يلبسها جار بيته كلها من المسيحيين كان، يعني قاعد يستعطفون عليه المسيحيين. طبعا مش بحاجه لشخص يكون مسيحي، يستعطفون عليه كشخص يعني طالب مساعده انسانيه بس مش اكثر. يعني هذا الموضوع واضح. يعني بعدين انا لاقول لك شغله. اول فيديو اول ما بلش يعمل قذائف على ماجي، بغض النظر اخطأت ولا ما اخطأت مش هذا موضوعي، اول ما صار يعمل فيديوهات عليه انا قلت هيدا الولد في شغله مش مزبوطه. المسيحي ما بيعمل هيك. يعني اي واحد مثلا طلع هيك تحكي بينك وبينه، بس اما تعمل فيديوهات تفرجيها لكل الخلق انه ليك هي عم تعمل هيك، مش اسلوب مسيحي اصلا. ولا شو رايك؟ انا هسه مالي دعوه بالفيديوهات، لان هو الفيديوهات ما اعرف محتواها وما شفتها، يعني ما شاهدت هاي الفيديوهات. بس القصه هو يعني المسيحيين شو دخلهم بالموضوع؟ يعني انت اخذت لك بنت كويتيه، وهذه البنت الكويتيه هي كانت مطلقه حسب ما هي قالت بالفيديو، يعني مطلقه مرتين ثلاث وعندها بنت ما بعرف ولد كبير كمان معاها، يعني ماخذ الام ولا ولد مع بعض يعني. وبعدين هذه البنت ما عاشت معاك وتركتك وطلعت تشرب مخدرات وردت تنتحر، وعامل نفسك تشرب مخدرات ومش عارف ايه بالفيديو هذا كله موجود على الانترنت، يعني بالصوت والصوره يعني. فالمسيحيين ايش دخلهم بالموضوع؟ ماجي على فكره كمان حكت بالموضوع، قال بكره بتشوفوه طلعت عليه كيف عم بيقول انا بعبد الويسكي وما بعرف شو والكاس وهيك. قال الويسكي والحشيشه. قال بكره بتشوفوه هذا رح يصير شريب ورح يصير ابو حشيشه ورح يذلوا الرب. لا المسيحيين شو دعوتهم بالموضوع؟ يعني البنت هي مش مسيحيه، البنت هي مسلمه وشرطت عليك لو ما تكون مسلم ما راح اخذك. في فيديو ايضا تحدي عندها بينها، الفيديوهات كلها محفوظه طبعا بس ما ردت اتكلم بها من زمان، قلت هو ترك خلاص هو ينياز هو والرب يعني. بس ما دام الان بدا يتطاول على المسيحيين راح اتكلم في هذا الموضوع، راح اتكلم في فيديو جديد وراح اشرح لكم كل القصه. حقنا وحقه. لا يتطاول على المسيحيين يقول لك انا قعدت مع كبار المسيحيين كلهم شربين وسكيرين. مين؟ اعطيني اسماء. كلامك مش ثقه انت مش